في أوقات هتقابلوا ناس لابسين وشوش ملايكة ماشيين في الدنيا وكأنهم أنقى خلق الله. لا هتلاقي دموع ولا هتلاقي بكاء، وهتلاقيهم ثابتين كأنهم فعلا على حق، مع انهم عارفين ان هم كذابين وممثلين كمان، وعاملين نفسهم انهم مظلومين وهم اساس الظلم والافتراء. لبسوا ناس تهم مش فيهم وظلموهم وجرحوهم وخلوا حياتهم كلها نفاق، وتلاقيهم بيحكوا للناس ان هم ضحايا. ولا ومش بس كده، وانقياء وملايكة من جوه. المشكلة يا جماعة مش في كده، المشكلة انهم صدقوا انهم كده. واللي غيظني انهم بيتكلموا بثقة، واللي غيظني اكتر انهم داسوا واذوا وجرحوا وظلموا وكأنهم ما عملوش حاجة، وكأنهم ما وجعوش ولا شوهوا سمعة حد ولا داسوا على حد. يا عيني تدخل صفحتهم على الفيسبوك او في المواقع على السوشيال ميديا ملايكة بجناحات يا جماعة. مش ممكن هذا الملاك يطلع منه كل الأفعال اللي انت بتقول عليها دي. أقول لكم حاجة تطمنكم، في الآخر الوشوش بتتفضح، واللي بيخبيه اللسان بتفضحه العين، والحقيقة مهما اتأخرت بتطلع. وكل ملاك كاذب له جناحات هتتكسر من رب العالمين. فبالله عليكم يا ملايكة شيلوا جناحاتكم، احنا الشياطين بنقول لكم عايزين نعدي اهو. احنا الشياطين بنستأذنكم عشان نعدي يا ملايكة، بس الشيطان بيقولك عايش بوش واحد، مش زيكم يا ملايكة بوشين، وش قدام الناس ووش في الدرة بتعملوا فيه بلاوي زرقاء وبتتهموا وبتظلموا. حسبي الله ونعم الوكيل في كل شيطان عامل ملاك. يا رب تكون وصلت.